هي أفلام ومسلسلات زمان كانت أفضل من دلوقتي فعلًا؟ السؤال ده بييجي في بالي كل ما باتفرج على فيلم من أفلامي المفضلة زمان، فهل فعلًا الأفلام دي كانت أفضل من الأفلام اللي بتتقدم حاليًا؟ من حيث الجودة، من حيث الفكرة، من حيث التنفيذ، من حيث كل عناصر الإنتاج السينمائي، والإجابة دايمًا لأ، أفلام ومسلسلات زمان مش بالضرورة أفضل من الأعمال اللي بتتقدم النهارده، لكن الأعمال بتاعة زمان دي فيها مميزات عمرها ما هتبقى موجودة الأيام دي، وعشان نبقى فاهمين إحنا ببساطة بنتكلم على إيه، أنا رأيي إن المشكلة اللي إحنا حاسين بيها الفترة دي من الأفلام اللي جودتها سيئة أو إن أفكارها ضعيفة أو إن ما بتقدمش جديد أصلًا نابعة من السوشيال ميديا بشكل عام، وده بسبب إن إحنا زمان لما كنا بنتفرج على فيلم أو مسلسل ما كانش الغرض من الفرجة هو التقييم، يعني زمان كده عشان تتفرج على فيلم جديد كان حاجة كده ليها رونق كبير، حاجة مش بسيطة، تنزل تحجز دور في شريط فيديو، تستنى على قناة من القنوات الأرضية كده لما يعرضوا فيلم لأول مرة، حاجة كانت ليها كده هيبة زمان. طبعا الأجيال الجديدة عمرها ما هتفهم ده ولا هتحس احنا كنا بنحس بإيه زمان لما القناة التانية كانت بتعرض فيلم أول مرة يتعرض، بسبب سهولة دلوقتي المنصات وسهولة وجوده على الإنترنت بشكل مجاني أو بشكل متاح لمعظم الناس. فزمان كنت تقعد مع الفيلم اللي انت مستنيه ده أكنه كنز، حلو وحش مش مهم، المهم ان انت معاك الفيلم اللي عايز تتفرج عليه، بتقعد تستمتع بيه، لو الفيلم ما طلعش حلو بتقعد تسف عليه للصبح فبتستمتع اكتر، وخصوصا لو بتتفرج مع العيله. فكان الهدف زمان هو الاستمتاع بس، احنا بنتفرج على حاجه عشان نتبسط مش عشان نشوف السي جي اي حلو ولا وحش، الاجندات الموجوده المره دي افورت ولا لا، كل الحاجات دي ما كانتش موجوده. ده غير زمان ان الاختيارات كانت محدوده جدا، يعني هتقعد تتفرج على فيلم جاك شان، أميتاب باتشان، فيلم البروسلي، فيلم الجيم كاري، ايا كان كانت الاختيارات دايما قليله جدا، فده ما كانش بيعمل لك نوع من انواع التشتيت اصلا، اعمالا بمبدا كل واشكر. والحقيقه برضو ان الافلام زمان كانت جيده لان الانطباع دايما كان بيجي من الناس مباشره، وكان الوسيط الوحيد اللي بين الصناع والشركات وبين الجمهور هو الجرايد، المجلات، ده بس اللي كان متاح وقتها. فبالتالي راي وذوق الجمهور كان عامل مهم وحاسم دايما في اختيار انواع الافلام واختيار الجوده اللي هيتنفذ بيها. ودي بقى المشكله اللي احنا بنعاني منها اصلا دلوقتي، فكره ان الصانع او الشركه نفسها مش مضطره تتعامل مع الجمهور، اصلا الجمهور بقى شيء ثانوي بالنسبه لها. انا عارف ان الكلام ممكن يبان غريب ومش مفهوم، بس لا، هو فعلا كده. معظم الشركات دلوقتي مش في مصر بس، لا ده في العالم كله، قادرين يجندوا مشاهدات، قادرين يجندوا لجان، قادرين يعملوا قاعده جماهيريه مزيفه تحرك راي عام جبار من غير حتى ما يتفرجوا على الفيلم، مجرد بس ان مجموعه من الناس تطلع تقول رايها، الفيلم وحش، الفيلم حلو، المسلسل جميل، المسلسل منيل، هتلاقي قطيع كبير جدا ماشي يردد زي ما هو سمع او زي ما الناس بتقول، خوفا من انه يبقى رايه مختلف او الناس تقول عليه انت مجنون انت عبيط. وخصوصا اللي لو قال له الراي ده حد من المؤثرين على السوشيال ميديا اللي رأيهم فعلا مهم، هيحس ان هو لا، يبقى انا اللي رأيي مختلف او انا اللي ذوقي مش حلو، فهيبتدي يخاف انه حتى يقول رأيه. فهي دي واحدة من الفجوات الكبيرة اللي حاصلة بسبب السوشيال ميديا. ومش ده بس، احنا عندنا حاجة تانية برضو سيئة جدا بسبب السوشيال ميديا، اللي هي ايه؟ هوس التقييم. لازم لما اتفرج على فيلم اقيمه، اقول رأيي فيه، الممثل ده حلو ولا وحش، الادوار المساعدة جميلة ولا منيلة، الخطوط الجانبيه، الحبكه الفرعيه، السي جي اي، الديكور، الاضاءه، الموسيقى، حقك تماما، حق اي حد انه بيتفرج على اي حاجه انه يحللها ويقول رايه فيها، بس ده مبالغ فيه شويه. انت بتتفرج على فيلم ليه؟ هل انت ياس لما تنقده او لما تقعد تقول والله اصل الديكور ما كانش عاجبني، هل انت اصلا فاهم في الديكور؟ هل انت فاهم في السي جي اي؟ انت ممكن تعبر ان الموضوع مش حلو او ما عجبنيش او ما اتبسطتش، لان ده الاساس، الانبساط، الاستمتاع. الهدف اصلا من الفن او من السينما هو الاستمتاع، هو الترفيه. فلو ده ما حصلش في المقام الاول فكل اللي جاي بعده ملوش لازمه. يعني لو انت ما اتبسطتش وانت بتتفرج على عمل متنفذ حلو ومعمول فيه سي جي اي جميل، الموسيقى بتاعته حلوه، التمثيل فيه رائع، بس الفكره والمحتوى نفسه ممل وملوش اي لازمه، هتطلع مبسوط
مستحيل. فيبقى ايه لازمته اصلا ان احنا نقعد نقول والله اصل كذا والفيلم ده كذا والمسلسل ده حلو وارشحه وما ارشحه؟ استمتع. الاصل في الموضوع هو الاستمتاع. احنا ما بقيناش نستمتع اصلا، ما بقيناش نستمتع. وعلى فكره الموضوع ده مش في الفن بس، لما تيجي تبص على كره القدم هتلاقي نفس الموضوع حاصل مع لعيبه الكوره. اللعيبه دلوقتي ما بتتقيمش بالمتعه في الملعب او انه بيلعب حلو او بيلعب وحش، لا بيتقيم بالارقام. والله اصل اللعيب ده بيعمل 50 باص في الثلاث ثواني، اصل اللعيب ده بيقطع بين الخطوط. يا عم انا بتفرج ما بشوفش الكلام ده، لعيب ايه اللي بيعمل ده وبياخد ملايين ولا حاجه؟ كل ده اونطه. هوس الارقام والتقييم هم السبب الرئيسي في عدم استمتاعنا بمعظم الاعمال. جرب كده تتفرج على حاجه بعيدا عن ان الناس قالت لك ان هي حلوه او وحشه، جرب تتفرج مغامره، تشغل حاجه انت ما تعرفهاش، حاجه ما تعرفش ان كانت حلوه او وحشه، وتشوف هتلاقي الموضوع مختلف. انا فعلا كان عندي مشكله من فتره طويله ان لما بتفرج على عمل انا عارف تقييم الناس عنه بحس اني مش مستمتع، حاسس ان انا يا اما بقيم راي الناس فيه يا اما بقيم اللي اتقال عن الفيلم، مش بتفرج على الفيلم نفسه. ولما بطلت ان عشان اتفرج على فيلم اعرف تقييم او اعرف ان الفيلم ده حلو او وحش وما ضيعش وقتي، وان فعلا كم الاختيارات المهول اللي قدامنا بيخلينا عندنا احساس بالذنب ان انت لو اتفرجت على فيلم وحش وفي فيلم حلو تاني تحس ان ايه ده، انا ليه ضيعت الوقت؟ كنت اتفرجت على الحلو وسبت الوحش. فاتفرجوا واستمتعوا. انا عن نفسي لما بفتكر افلام زمان، الافلام اللي انا بحبها اللي لحد النهارده برجع اتفرج عليها تاني، مش الافلام اللي واخده تقييم عالي ولا افضل افلام في تاريخ السينما نهائي. انا لما بقعد اتفرج على حاجه عشان انا متضايق او ان انا عايز استمتع او ان انا عايز ارجع ذكرياتي تاني او احس بنوستالجيا، برجع اتفرج على الافلام اللي يعتبر افلام متوسطه، افلام الهدف الرئيسي منها هو الاستمتاع، هو ان اطلع من الفيلم بضحك مبسوط حاسس ان في مغامره حلوه انا عشتها، مش ان الفيلم واخد اعلى تقييم وانه مفيش زيه اتنين. ليه اصلا؟ ليه فيلم؟ ده مش رساله دكتوراه، ده فيلم، ده مسلسل. حلو ان يبقى فيه قيم جامده وحلو ان يبقى فيه حاجات مميزه، لكن في النهايه هو فيلم، هو مسلسل، هو حاجه عرضيه انت ممكن ما تتفرجش عليها اصلا، حياتك مش هتتغير، ولو اتفرجت عليها واتاثرت فدي حاجه تضاف للعمل. مستني رايكم انتوا عن اجابه السؤال، هل افلام ومسلسلات زمان كانت افضل من دلوقتي ولا ايه رايكم؟ كان معاكم نادر سيف الدين، سلام.